السلام عليكم، اخوكم ياسر الكهربائي. هذا البيت موقعه في القادسية. صار اختلاف صاحب البيت مع الشركة او المقاول اللي لزم هذا الشغل، فلهنا توقف شغل المقاول. صار اختلاف، استلمت الشغل كما هو عليه واكو شغلات ما مسويها. فمن ضمن الشغل اللي جيت تفاجأت به بان احنا لما جاي ندفع السيم التسليك ما جاي يسلك نهائيا، يتوقف يا اما بهذا المكان الزاويه يا اما بذاك المكان الزاويه. فش اسوي هسه حاليا؟ اتجهت شغلة الخياط وهذا كيس النايلون حاطه سمن. هذه مال مال جماعة التبريد. شغل فلا هسه ايش راح اسوي؟ راح اشد سيم التسليك بهذا المكان واسلك براحتي. منجر جر يا منجر. تمام. لحظة افتح هذه، اشتي لك افتحها حتى نسلك مرة ثانية. طبعا اغلب شغل المقاولين يعني للاسف يعني يدور اصحاب المهن الشغل الرخيص، ما يهتم بالجودة. وانا اقول اغلب شيء يعني القليل من عندهم اللي يهتم للجودة، جودة العمل، جودة المواد. فمن ضمنها يعني اكيد السباك والخلف السيراميك والكهربائي. فايش يتلقى ابو البيت؟ يتلقى كله جودة تعبانة. وانا الرجل يعني زين لحق على روحه شويه، يعني بقى اشوف هسه هنا مشتغل ما اعرف شنو هاي نار، ما ادري شنو مشتغلين، ما اعرف شو مسوي. شوف ما اعرف شو مسوي، ما ندري يعني. هسه هو يعبر بس يوقف هنا، يعني يعبر هوا ما مسدود بس يتوقف هنا. انا شكيت اكثر شيء بين هذا السم البوري اللي شوف هذا البوري، هذا اياته هذا البوري ماده ورايح. انا اشك اكثر شيء بين لما منزل مو مقوس هيك بالسبرنج بالبوري مقوس، فمدفوع زايد وصاير هنا ثانيه خفيفه او كسره خفيفه، جاي يتوقف سيم التسليك بها. والاخوه اللي يسال يعني اكو سبرنج كذا جربت كلهن، هذني شو موجودات، هذني كلهم مجربهن وش عيني. واني اكثر شيء يعني اشجعكم على هذا سيم التسليك. هذا شوفه فالشيء رهيب. هذه النوعيه يصير شلون السيم مال السيم البايسكل هذا مال البريك هوش، بس شوي اكبر من عنده. هذا شيء روعه، صار له هواي عندي يعني صراحه سنين. حلوه هاي الشغله مال السحب، انا ناشرها سابقا، استعملت مال شغله باور وكذا وهاي الامور بلور عفو. ان شاء الله عجبتكم الفكره. تحياتي اخوكم ياسر الكهربائي.